في عالم يصفق للتفاهة ويحتفي بالمؤثرين الفارغين، يولد أحيانا بطل حقيقي، رجل لم يبحث عن الشهرة بل صنعها بعلمه وعطائه. هذه قصة الطبيب المخترع المغربي يوسف العزوزي، الرجل الذي أهدى الإنسانية اختراعا قد ينقذ حياة الملايين، بينما وطنه اكتفى بالصمت. ولد يوسف العزوزي في 28 من ديسمبر 1991 بمدينة القصر الكبير في كنف عائلة علمية، فهو ابن البروفيسور المغربي مصطفى العزوزي. منذ طفولته كان شغوفا بالعلم والمعرفة، ينظر إلى الحياة بعين مختلفة ويطرح الأسئلة التي لم يكن أحد يجرؤ أن يطرحها. بدأ رحلته العلمية في المدرسة الأمريكية بالرباط، ثم حمل طموحه إلى جامعة أكسفورد البريطانية حيث درس ل3 سنوات، ومنها إلى جامعة بوسطن الأمريكية، ليصل في نهاية المطاف إلى جامعة ياجي بادام التركية حيث درس الطب باللغة الإنجليزية. كانت رحلته مليئة بالتحديات، لكن شغفه بالطب والابتكار كان أقوى من أي عائق. في عام 2019 خطف يوسف أنظار العالم العربي والعالم كله حين ابتكر دعامة لتعديل تدفق الدم عند مرضى القلب. اختراع بسيط في تصميمه، عظيم في أثره. هذا الابتكار موجه لأكثر من 26 مليون شخص يعانون فشل القلب الاحتقاني، ويخفض تكاليف العلاج بشكل هائل. وصل يوسف إلى نهائي مسابقة نجوم العلوم، وبتقييم تاريخي بلغ 93 نقطة فاصلة 8 توج بلقب أفضل مخترع في العالم العربي وجائزة نقدية قيمتها 300 ألف دولار. ولكن ماذا كان المقابل في وطنه؟ هل وجد التكريم؟ هل فتحت له الأبواب؟ للأسف بينما كان العالم يحتفي بإنجازه، كان يوسف يواجه صمتا وتجاهلا من المسؤولين، في وقت تصرف فيه أموال طائلة على حفلات التفاهة وتكريم أشخاص لا يقدمون شيئا سوى الإساءة لصورة المغرب. قصة يوسف العزوزي ليست مجرد نجاح طبي، بل رسالة لنا جميعا أن الإبداع لا ينتظر التقدير، وأن طريق العلم قد يكون وحيدا أحيانا، لكنه يترك أثرا خالدا. رسالة إلى الشباب المغربي: اعملوا بجد، اخلقوا الفرق، وكونوا أنتم التغيير، فالتاريخ لا يخلد المؤثرين المؤقتين بل العلماء الذين يصنعون الحياة. يوسف العزوزي الطبيب المخترع الذي أنقذ القلوب ولم يجد قلبا يحتضنه في وطنه كما يجب. هل سيأتي يوم تتغير فيه المعادلة؟ هذا السؤال نتركه لكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لنستمر في تسليط الضوء على العقول التي تستحق أن تسمع. قناة آرك، حيث يلتقي عبق الثقافة المغربية بجوهر التسامح. هنا نروي الحكايات، نكشف الجمال، ونبني جسور التفاهم بين الماضي والحاضر، بين المغرب والعالم. إذا كنت تؤمن بقوة الثقافة، بقيمة الحوار، وبجمال الاختلاف، فأنت في المكان الصحيح. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن رحلتنا بدأت الآن.